جائزة أفضل ممثل كوميدي يقدمها الفنان أحسن رئيس نادي في مصر من غير تطبيل. من غير تطبيل؟ ده بيسمح لنا طبل يعني؟ لا أنا جايب درام. أنا قلت تقول الاسم على طول. المستشار مرتضى. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. أحسن رئيس نادي في مصر السنة دي من غير تطبيل. هي المسألة مش مسألة تطبيل يا أستاذ خالد. لا أنت هتديني بقى السيناريو ولا هقول لك بس يعني من غير تطبيل. أصل هي المسألة مسألة نتائج ماشي أنت بتشرح التطبيل دلوقتي. فهي نتائج يعني نتائج يعني الموضوع يعني. مين أحسن رئيس نادي في مصر؟ المستشار مرتضى. نتائج. أنت بتتكلم جد؟ الراجل ده مش هيطبل خالص. معروف عني هو معروف. أنا مش هقول غير الحق. والله المستشار مرتضى منصور وبصوت خالد الغندور قولا واحدا المستشار مرتضى منصور. لا اله الا الله وحسبي الله ونعم ادي خلاص تمام. مين احسن مدرب كرة في مصر؟ ده اسم واحد بقى يعني دايما يا خالد في المنطق اتعلمنا المقدمات تساوي نتائج. صح. فطالما المقدمات تساوي نتائج يبقى هو فيريرا. تمام. مين؟ فيريرا طبعا. مين؟ قولا واحدا فيريرا. مين احسن مدافع في مصر؟ أنا سؤالي أنا؟ والله غبي طبعا هو في أحسن منه؟ الونش. متفقين؟ الونش. طيب قبل ما نكمل لعيب مين احسن مشرف على الكرة في كل أندية مصر؟ طبعا حد مش عارفه. هتطبل. لا لازم أطبق. لا خالد لو سمحت يا خالد. لو سمحت أنا عايزة أطبق. هنا. أنا بحبه أصلا. لأن هو عمل حاجة جديدة في الكرة المصرية. مين؟ أمير الدهاء. أمير مرتضى منصور. أمير ده فيلم. محمد اضحك عبد الله اضحك اضحك ده أمير الانتقام. لا هو الفيلم اتعمل ده اسمين، أمير الدهاء وأمير الانتقام. اتعمل أنور وجدي أمير الانتقام. خلاص يا خالد. عارف أنور وجدي شبه أمير تخيل كان في الفيلم هادي كده وراسي كده وإيه بيروح بينتقم. يا محمد دي اللي يجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. اما تضحك اما تضحك يا اخي. في اللعب الأول الثاني أمير مرتضى منصور. أمير مؤكد. بص يا كلب اللي ما يشوفش من الغربال يبقى صحيح. اللي ما يقولش ان امير مرتضى منصور افضل مشرف عام على الكوره في اي فريق الموسم ده على الاقل فهو انسان مش موضوعي. شد الجوار يا محمد. مين افضل لاعب وسط في مصر؟ ده كتبت على الهوا بقى. مين؟ يعني عارف الله يرحمه أيمن علاء ولي عاشور. الدين. كان فيلم الناظر كان بيقول له ايه؟ عاشور. إمام عاشور مش أحسن لاعب وسط بس. إمام عاشور لاعب متكامل. صحيح. من أحسن اللاعبين مصر وأفريقيا. متفق عاشور. عاشور إمام عاشور طبعا يعني حاجة مستقبل خط الوسط في مصر وأفريقيا في الخمس ست سنين دول. لا واثقة من نفسيها مش واخد بالك. مين أحسن راس حربة في مصر؟ مين يعني؟ مين وانتوا من أحسن غير جد؟ الزمالك يا جماعة السنة دي؟ ما هو يعني في- كل حاجة كده تطبيل للزمالك كده في كل حاجة. كتير اوفر كتير خليك موضوعي تقول حق ربنا. ده الأسطورة. مين؟ شيكابالا. هو في كذا أسطورة في مصر؟ لا هي أسطورة واحدة. شيكابالا. طبعا. أو ليه على اسمحني بس عمرو بتجاوب. بص يا خالد لما نيجي نقعد في المكان ده ونتكلم وتقول لي ده اسطوره اسطوره الوحيده في مصر لاسباب كتيره. ماشي جاب كاس افريقيه. جاب 19 بطوله مع الزمالك. كان في كأس العالم. كان واخد سنه كامله يا خالد. ايه يعني الغطاسه بتاعت امك الرهدنه اللي انت فيها دي. واخد كاس عالم عسكريه. لما تيجي تتكلم عن الاسطوره لازم تحط لي مبادئ ومعايير الاسطوره. انت عملت ايه؟ انما ادي لك لقب. مين المؤسسه اللي بتدي لقب اسطوره؟ هو الجمهور.
طب الجمهور ده لقب اسطوره عشان ده فنان. يعني شيكابالا اسطوره الكره المصريه بالظبط. ده انت عيل قليل الادب والادب مش هينفع معاك. محمد صلاح هو اسطوره العالم كله، الكره العالميه المصريه. يعني محمد صلاح ده في حته ثانيه، احنا بنتكلم على داخل مصر. داخل مصر هو شيكابالا، بدليل انه في ناس خدت لقب الاسطوره وجابت 3 اجوان يا خالد. مين امهر لعيب كره في مصر؟ شيكابالا هو سهل ما هو طبعا افضل لعيب مش عايز كلام. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. طيب اخر حاجه بقى عشان هطلع. عايز اضيف حاجه بس. اتفضل. لما يطلع رئيس نادي ويجن ويقول الفنيه اللاعب الوحيد اللي احتفظ بيها شيكابالا، يبقى دي عظمه شيكابالا. الله الحمد. ربنا يخليك. خد بالك كل الناس كتير قوي خدوا من اخيرا بقى، مين احسن اثنين بيلعبوا بوكس في مصر؟ زيزو وشيكابالا. مين؟ شيكابالا وزيزو. طبعا شيكابالا وزيزو. طبعا دول احسن اثنين بيلعبوا بوكس في مصر. كان قبل كده مايك تايسون ومحمد علي كلاي كان الناس بتتكلم. ولكن دلوقتي شيكابالا، زيزو وشيكابالا. مين يكسب؟ زيزو ولا شيكابالا في سحب المصاب؟ مين يكسب؟ رب ارحمني بقى، عدل بأمري عشان خلاص. اسمه كده. الموقف اللي عمله شيكابالا وزيزو بالبوكس ده كان ردا على اشاعات اطلقها البعض. ماشي. فكره كبيره على فكره. وفكره امير الثلاث رمزات. وفكره رائعه. لكن وشكرا. مين هو احسن بقى مهاجم في مصر؟ ويعني بصوا بقى مين هو احلى بقى اسطوره في مصر؟ هو في اسطوره غيره؟ لا مفيش غير واحد بس. فاصل من الضحك اللي مش عارفين ليه مبرر، فاصل من السخرية، فاصل من لو ان شاء الله ملايين كلام نقوله. اعزائي مشاهدي تيكي تاكا، اهلا بكم في حلقة جديدة معانا في برنامجكم تيكي تاكا. وحشتونا وحشتونا وحشتونا. لكن احنا بس حبينا نبدأ في بداية الحلقة بفاصل بسيط من الضحك لهزازي الرؤوس والمطبلطية والطبلجي. المطبلطية والطبلجي دول سمة في قناة نادي الزمالك، سمة في قناة نادي الزمالك. مين أحسن مدافع في مصر؟ مين أحسن مهاجم في مصر؟ مين هو أسطورة واحدة ولا اتنين؟ ويرموا على كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب مش محتاج يتكلم، لأن من أطلق عليه لقب أسطورة هو العالم، مش مصر ولا أفريقيا فقط. فمع كامل احترامنا لحضراتكم يعني خليكم انتوا تقولوا اسطوره اسطوره اسطوره. يعني طب ما الراجل طلع في الفيلم قال لك انا اسطوره، اسطوره. يعني هو بقى الاسطوره؟ يعني هو كل من اطلق من قال عليه اسطوره بقى اسطوره بقى محمود الخطيب؟ هو واحد بس، الخطيب واحد بس. فناموا انتوا، ناموا انتوا. نخش بقى على كابتننا اللطيف، كابتننا الجميل، كابتن رضا عبد العال، اللي زعلان جدا 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 ان المنتخب ساب لاعبي الاهلي، وبيقول ان دي مجاملات من مسؤولين خاضعين للاهلي. دي مجاملات من مسؤولين خاضعين للاهلي. لا كمان وايه بقى، وبيحمل الاهلي مسؤوليه خساره المنتخب من تونس بنتيجه 3-1. بس خلينا نقول خساره المنتخب المهينه من تونس بنتيجه 3-1. طب ليه المهينه؟ هنفترض مع بعض يا كابتن رضا يا عبد العال ان لعيبه الاهلي دي اتصابت. ما انت هتخش بطولات، يعني المنتخب ده مش هيلعب كل مره ماتش ويخلع، اكيد كل مره يبقى فيه بطولات. هنفترض بقى مع ضغط الموسم ومع انشغال الاهلي في الموسم والكربسه الجامده جدا لعيبه الاهلي لا قدر الله اتصابوا، المنتخب هيعمل ايه بقى؟ هيخسر من كل فرقه 3؟ يا راجل عيب ما تقولش الكلام ده. الاهلي عنده بطوله وبطوله رسميه وبيلعب باسم مصر. يعني لو هنفترض اللي انت بتقوله ده صح، يعني المنتخب بتاعنا ما فيهوش قوام رئيسي غير لعيبه النادي الاهلي. طب هم اللي بيتعاملوا الاهلي وحش ليه؟ هم ليه طالعين بالزمالك السما واحسن لعيب في مصر شيكابالا واحسن مدافع في مصر مش عارف مين واحسن ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ يعني مش كده بقى. بس عاوزين نقول لك يا كوتش ان الاهلي انشغاله بالمباريات والبطولات كتير، وحضرتك دي اول مباراه في الموسم الجديد ببطوله. يعني أول مباراة في الموسم الجديد ببطولة، وهتتلعب في السعودية. يعني العالم كله هيتفرج عليها،
وقدام فريق مش مصري، ده اتحاد العاصمه الجزائري وفريق قوي ومنظم واخد كونفدراليه. يعني يا كابتن رضا برضو اذا كان المنتخب مهم بس ده ماتش ودي، فالاهلي برضو مهم يا كابتن رضا، ويمكن اهم لان ده ماتش رسمي وماتش بطوله. فالله يبارك لك، هي بس مش الايه، مش الحميه تاخدك كده ولا والمنتخب ومش عارف ايه. ما عملتش كده ليه ساعه ما سابوا لعيبه الزمالك يا كابتن رضا؟ ما عملتش كده ليه؟ ولا انت ما بتعملش كده غير مع الاهلي اللي عمل اسمك؟ يعني مع كامل احترامنا بقى، لان انت في الزمالك كنت لعيب ما حدش ينكر، لكن انت في الاهلي خدت بطولات اكتر بكتير جدا جدا من اللي خدتها في الزمالك. وتعالى نعد مع بعض لو انت مكدبنا، ونجيب لك اللي انت خدته مع الزمالك واللي انت خدته مع الاهلي كامل علشان ما تكدبناش. طيب، عدم وجود لاعبي الاهلي اسفر عن حاله من الارتباك لكل عناصر المنتخب. واحنا كاهلاويه والله لو نعرف ان المنتخب هيبقى بالمنظر دوت، لو خدنا اللعيبه بتاعت الاهلي كنا سيبناهم لكم. لعيبه الاهلي رجاله وكانت تستطيع والله، بس احنا كنا واثقين في المنتخب. كان عندنا ثقه في ان مستر فيتوريا الجامد وكابتن حازم امام المحايد الجميل يكونوا عاملين منتخب كويس، وعندنا من العناصر اللي تستطيع ان هي تسد لو لعيبه الاهلي ما راحتش. كلنا شفنا الماتش بتاع اثيوبيا، مجرد ما مروان عطيه خرج خط النص بتاعنا بقى شوربه، شوارع والله. لعيب واحد مروان عطيه بس. فبما ان لعيبه الاهلي مهمه، يبقى بالله عليكم بلاش تقرفوا اللعيبه ولا تقرفوا النادي ولا تقرفونا احنا شخصيا باللي بتعملوه، وخلوا اتحاد الكوره يعرف ان الاهلي هو اللي مشرف مصر. خلوا اتحاد الكوره يعرف ان بدون الاهلي ده المنتخب، بدون الاهلي ده المنتخب، بدون ما نتكلم كتير في الموضوع. طيب، هنخش بقى على الإصابات الكذابة. في الإصابات الكذابة بقى احنا هنقول ان احنا هنأكد على خبر لينا، خبر قلناه في الحلقات اللي فاتت، ان في أزمة كبيرة جدا 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 ما بين زيزو وما بين فتوح وما بين إدارة نادي الزمالك. طب ليه؟ لان هم لحد النهارده ما خدوش مستحقاتهم. طب بس لا، ولان فتوح عاوز يتساوى بزيزو في الراتب. ما هو اشمعنى يعني زيزو؟ فتوح راجل برضو نجم منتخب مصر ونجم في نادي الزمالك، والزمالكاويه قالوا ان هو احسن واحد في مصر في الجبهه الشمال. فالراجل بما انه هو احسن واحد في مصر ادوله، وبما ان زيزو بياخد فلوس خزعبليه فالراجل يعني اشمعنى انا يعني من انا احسن، لا وانا احسن لاعب في مكاني وهو احسن لاعب في مكانه، وانتوا بتدفعوا ومعاكم فلوس وعلى قلبكم زي العسل، ولما حد بيجي عليكم بتدفعوا علشان انتوا مش لاقيين لعيبه، فانا اعمل معاكم كده. لكن اقسم بالله لو فتوح ده عمل كده مع اداره النادي الاهلي لا يقولوا له يلا يا حبيبي والقلب داعي لك، والله لو هنلعب من غير باك شمال، يجي واحد يتنك علينا ويقول لنا لا ناخد قد كده ويحط رجل على رجل، لا يا حبيبي الباب فوق جمل. مفيش ادنى مشكله عندنا احنا كاداره اهلي، بس احنا علشان احنا الاهلي بمن حضر، فما نجيش بقى نقول يا كابتن خالد يا غندور ويا كابتن احمد يا جمال، ما تطلعش تقول الاهلي بمن حضر والزمالك بمن حضر. لا الزمالك بمن حضر خسر، لسه خسران 3 من سيراميكا عادي جدا بمن حضر. شفت؟ فما تقولش الزمالك بمن حضر الله يبارك لك، هو الاهلي بمن حضر، وما يعني اصلا ما فيهاش، دي من سنين السنين ومن ازل الازلين، وهي الاهلي بمن حضر. فما تجيش انت على اخر الزمن وتغير لنا اللي احنا نعرفه. يعني اعلنت بقى اداره نادي الزمالك عن اصابه زيزو بكدمه في القدم وفتوح باصابه في عضلات البطن. يا عيني يا اولاد، والله صعبتوا عليا، بس احنا تاني بنأكد لحضراتكم ان لا توجد اصابة ولا لزيزو ولا الفتوح، والزمالك هيروح يلاعب مع احترامنا الماتش اللي جاي من غير الاثنين لعيبة. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاثنين لعيبة ماشيين رأيهم على الزمالك وإدارة الزمالك، بس زيزو هو حقه، الراجل كده واخد ماضي عقد والمفروض تدفعه.
لكن فتوح ادوله مستحقاته المتاخره، واللي هو بيعمله بعد كده ده غلط. احنا معاكم كجمهور يعني. في مفاجأة في موضوع الإصابة يا أستاذ عمرو. قول لنا يا باشا. بس الناس تصلي على النبي كده عليه أفضل الصلاة والسلام، وما ينسوش اللايك والشير والسبسكرايب ويصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش يا جماعة تفعلوا الجرس بالله عليكم عشان يوصل لكم كل جديد. المفاجأة إن كابتن أحمد حسن صرح بإن زيزو أصلا ما اتصابش. ما ايوه كابتن احمد حسن ما هو صرح بكده، ادينا احنا قلنا لكم، وكابتن احمد حسن صرح بعدم اصابه زيزو، وكابتن طارق السيد بيقول ان في ازمه كبيره ما بين زيزو وما بين فتوح وما بين الاداره. فان اداره الزمالك تطلع وتقول ده اصابه في القدم والتاني عضلات بطنه شده، الكلام ده غير حقيقي، وفقط علشان الجمهور ما يهصي على الاداره وما يهصي على اللي بيحصل. يا استاذ عمرو ان كابتن احمد سيد زيزو خد نص مستحقاته فقط، وده اللي اتصرف له حتى الان، وده سبب غضب كبير جدا لكابتن احمد سيد زيزو. وخد كام وعد يا كابتن خالد؟ لا هو خد وعود كتير جدا، بس هو حتى الان ما اتصرفلوش غير نص مستحقاته فقط. وكامله؟ نص المستحقات كامله؟ ده ما كملتش النص يا كابتن. ده اللي مصرحين بيه يا كابتن. ايوه هم الاداره مصرحين بكده، بس فتوح ولد فتوح سوري يا جماعه، والد زيزو طلع وصرح ان الولد ما خدش لسه نص حقه. يعني مع كامل احترامنا ادوا له فلوسه، فتوح ادوا له فلوسه علشان يلعب معاكم ويبوسوا، يعني كده مش هينفع الكلام ده يا جماعه والله. يعني الكلام دوت بالنسبه بقى لكابتن طارق السيد اللي برضه كعاده كل الزملكاويه الاعلاميين في كوكب مختلف، فقال لك ايه بقى؟ طلع لسه امبارح بيقول ان بن شرقي في الزمالك. هو حضرتك ما وصلكش الابديت ان الزمالك موقوف قيد؟ يعني ما ينفعش يجيب بن شرقي؟ يعني ده بالنسبه للابديت بتاعي للقيد. طب حضرتك ما وصلكش الابديت ان بن شرقي خلاص بقى في الريان القطري رسميا؟ هو انتوا يا جماعه ليه الابديت عندكم اوت ديتد كده يعني؟ ليه حضراتكم اوت ديت يعني؟ ليه حضراتكم متاخرين جدا 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 وتطلعوا تقولوا اي كلام في اي كلام في اي كلام يا راجل؟ موضوع كده يا استاذ عمرو برضه خد المعلومه دي للجمهور الجميل بتاعنا. ادينا المعلومه يا باشا. كابتن محمود حماده تعاقد معاه النادي المصري. دي الضربه اللي ضربها النادي المصري مع اسف الزمالك بسبب برضه نفس الموضوع اللي هو القيد، بعد ما كان عاوز يخلص مع محمود حماده على شغل. فعلا يا كابتن خالد، الله يفتح عليك يا كابتن خالد. كابتن خالد قال لكم فعلا على اللي عمله النادي المصري البورسعيدي في نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك كده مش محتاج حد يعملها فيه، لان هو موقوف قيده. كان هيتجنن ويجيب محمود حماده. للاسف لم يستطيع نادي الزمالك ان هو يحصل على خدمات محمود حماده لايقافه من القيد. ونادي المصري البورسعيدي في الرتوش الاخيره لانهاء التعاقد مع اللاعب ب 20 مليون جنيه. الله يفتح عليك يا كابتن خالد. طيب نطلع بقى من كابتن طارق السيد والكواكب الاخرى ونخش في مستر روي فيتوريا اللي زعلان غضبان متضايق. ليه بقى؟ لانه اخيرا اكتشف، او يمكن يعني عشان هو بس راجل مدرب فشكله هيبقى وحش ومحدش هيحتاجه بعد كده، لان اللي حصل ده فضيحه بمعنى الكلمه. يعني ده انا نسيت اقول لكم ان يوسف المساكني طلع قال لم اتوقع ظهور مصر بهذا المستوى، حاجه مخزيه. واللعيبه بتاعت تونس طلعوا وقفوا الوقفه بتاعت صلاح بيتريقوا عليه. يا جماعه اقسم بالله ما حدث مهزله، ومحدش يحمل لعيبه الاهلي او مسؤول النادي الاهلي او الاهلي الكلام دوت. انت منتخب مصر، انت بتاخد من اللعيبه كلها، ما تقفش على نادي. فرضا النادي قال لك مش هبعت لعيبتي وانا موافق بقى يجيني غرامات، فرضا اللعيبه اتصابت، فبالله عليكم ما تقولوا اي كلام. في نادي ممكن يتجنن زي ما المعزول كده كان فجاه هوبا مش هبعت حد، ايه مش لاعب الماتش، عطلت، اي كلام في اي كلام. فلازم حضراتكم برضو زي ما انت سايق كده بتاخد بالك من اخطاء الغير، واحد يروح جاي مطيرك. خلي بالك ان في برضو رؤساء انديه الحمد لله يعني اخرهم لسه ماشي بيعملوا حاجات عجيبه. فيعني انت كم راجل في منتخب مصر وكاتحاد كوره لازم يكون عندك البديل. عيب يا راجل، عيب ما تبقاش كده يعني، ما تبقاش كده والله. المهم ان فيتوريا بقى قال ان هو هيستبعد، والله نفسي ازغرط والمصحف
لو بعرف لزغرط. تابعوا حلقه امبارح بس يا جماعه، عشان لما تتابعوا حلقه امبارح هتعرفوا ان كلامنا صح. احنا طلعنا نشد في شعورنا قبل فيتوريا. والله يعني قبل ما فيتوريا ياخد باله من اخطائه طلعنا احنا نشد في شعرنا ونقول له انت واخد حسام عبد المجيد تعمل بيه ايه يا كوتش؟ حسام عبد المجيد بيخسر ناديه، حضرتك واخده تعمل بيه ايه؟ حسام عبد المجيد كل المحللين بلا استثناء معترضين عليه، الحاجه الوحيده اللي متفقين فيها انه هيدر كويس. طب يعني هو حضرتك مهاجم ولا مدافع؟ يا مستر فيتوريا انت راجل محترم، ونضارتك دي زي ما قلنا لك المره اللي فاتت لازم تجيب مسافات، لازم تجيب مسافات. حسام عبد المجيد ده اخره يلعب معانا كده كره خماسي واحنا بنسخن في النادي، لكن ما يلعبش ولا في نادي الزمالك ولا في منتخب مصر. عيب يا راجل، عيب. طيب مين كمان؟ احمد رمضان بيكهام. والله هو احمد رمضان بيكهام يعني كلاعب كويس، لكن بصراحه مستواه كان متواضع جدا 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 مع المنتخب في الماتش اللي فات. ومحمد حمدي ظهير ايسر انبي اللي احنا برضو مش عارفين حتى الان روي فيتوريا كان واخده يعمل بيه ايه. احنا يعني دي حاجه عجيبه ومش قادرين نفهمها. انت كنت واخده يا كبير تعمل بيه ايه؟ اللاعب دوت احنا مش شايفينه ولا نعرفه حتى ولا حد يعرفه، لاعب مش وحش لكن مش يعني مش لمنتخب مصر، مش لمنتخب مصر. ما نزلتش فتوح ليه؟ ولا هو فتوح زعلان من المنتخب برضو عايز مستحقاته منكم؟ فين فتوح يا عم؟ فين؟ طب ما فتوح بينزل هو وسيسو يعملوا جبهه ملهاش حل. ولا هو انت لما برضه جم يتعاقدوا معاك قالوا لك ان اي لاعب محترف لازم تجيبه في المنتخب؟ يعني سبحان الله كان غضبك نازل على شريف اول ما احترف بقى موجود في المنتخب. ليه يا عم؟ هو ليه كل من يحترف لازم هو قرآن؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ايه يا جدع؟ هو ليه كل حد طلع بره بقى حكر على المنتخب وجوده حتى لو مستواه مش كويس؟ زي ما كنتوا بتجيبوا لنا وترازونا بكوكا وكان بيجي مع نادي يا سيدي حلو وبيجي مع المنتخب ولا الهوا. حمدي فتحي كنت ساعات تاخده وساعات ما تاخدوش، لما احترف بقيت بتاخده على الرغم من ان مستواه قل. مصطفى محمد اللي الحسنه الوحيده اللي قالها كابتن رضا عبد العال طلع قال لك الحاجه الوحيده الحق اللي قالها لما طلع يتكلم ان مصطفى محمد مستواه متواضع جدا ولا يليق بمنتخب مصر. فعلا نتفق جدا مع كابتن رضا عبد العال. هو انت بتاخده ليه يا مستر رويا فيتوريا؟ ليه؟ يعني انت ما عندكش مهاجمين ولا هو عشان محترف؟ والله العظيم انتوا بتفكروا مش عارفين ازاي يا جماعه. هم ماله كابتن حسام حسن لما يطلع يدرب المنتخب ونوفر دولارات؟ ماله؟ ولا هو حسام حسن عيب حسام حسن لو طلع درب؟ يعني فكر عجيب، ندفع فلوس ونجيب واحد يألف كورة ويألف تشكيل ويألف في كل حاجة وعندنا كوادر أحسن منه 20,000 مرة، لكن هي عقدة الخواجة واحنا لازم نصرف اصل احنا عندنا مدرب أجنبي. يا عم اقعد انت وهو بقى، ده انتوا قرفتونا يا راجل. نخش بقى نسيب الأخبار المتعبة والمخنقة ونخش بقى على الأخبار الجميلة بتاعت النادي الأهلي اللي فيها أمل وفيها تفاؤل وفيها بهجة. تاو ومعلول خلاص الحمد لله في السوبر، الحمد لله. تاو ومعلول هيحضروا السوبر، رجعوا حضروا التدريبات عادي جدا جدا والحمد لله مستواهم تمام جدا. وبالمناسبة عندنا خبر حلو قوي ان بيرسي تاو هيلبس الرقم 10 بتاع محمد شريف، يبقى بيرسي تاو خلاص هيلبس رقم 10 بتاع محمد شريف. طيب طبعا بيرسي تاو يستاهل، يعني احنا نتشرف ان بيرسي تاو يلبس رقم 10 لان هو لعيب يستاهل، لعيب التيكي تاكا على ابوه، يعني على ابوه تاو. طيب مودست احتمال بنسبة 90% يكون متواجد في قائمة النادي الأهلي في ماتش السوبر الأفريقي. طب ليه قلنا 90%؟ لأن بعض الناس من الاتحاد الأفريقي قالوا إيه؟ قالوا إن اللائحة بتقول إن ما ينفعش لاعب جديد يضاف على اللائحة إلا في الميعاد الرسمي. بمعنى
لو عندنا لاعب اتصاب ممكن نبدله بلاعب تاني بس كان في القايمه مش جديد، يعني النادي ما تعاقدش معاه جديد. فدي هي عقبه بيحاول مسؤول النادي الاهلي حلها في اسرع وقت ممكن قبل المؤتمر الصحفي النهارده اللي بنهايته هينتهي القيد بتاع القايمه. طيب وطبعا ده كلام مش منطقي، لان هم كانوا قبل كده مصرحين بان الاهلي ممكن ان هو يسجل اللعيب علشان اتاخر في التعاقد طالما الصفقه الصيفيه لسه جاريه. يا فندم القيد يا كابتن خالد مفتوح لحد للنادي الاهلي والاتحاد العاصمه الجزائري، لان القيد مفتوح في الجزائر ومفتوح في مصر. فبما ان القيد مفتوح للناديين، ايه المانع لما نادي يجيب؟ بس طبعا الجزائر لان ممكن نادي العاصمه يقلق من المهاجم فيقعد يعترض، وعشان المجاملات كالعاده من الاتحاد الافريقي للانديه اللي غير مصريه فبيحصل كده، ده الطبيعي يا كابتن خالد. فيعني ايه؟ هو ده اللي حصل بالفعل بالظبط. فده العادي من الاتحاد الافريقي، يعني مش شيء غريب. يعني الاهلي بقى بيقترب من ضم صفقه هتبقى صفقه جميله جدا بعد ما مستر مارسيل كولر ابدى اهتماما شخصيا باللاعب، وقال ان هو هيبقى مستقبل للنادي الاهلي في خط الوسط. اللاعب هو لاعب مصطفى اشرف نجم نادي بروسيا مونشن جلادباخ الالماني، تمام. ومنتخب مصر الاولمبي طبعا. اللاعب كان متالق مع المنتخب الاولمبي ومتالق مع ناديه، وعلشان كده الاهلي تفاوض معاه من خلال والده، وعرض عليه 10 مليون جنيه في الموسم على اعتباره لاعب من الفئة الثانية. احنا بنتمنى مشاركة مودست في السوبر الافريقي، لان بمشاركة مودست في السوبر الافريقي هيشارك مع الاهلي في اول ماتش ببطولة، وده هيديله دافع معنوي غير طبيعي في اكمال مسيرته مع النادي الاهلي. نقول له اهلا بيك في نادي البطولات. والله نادي القرن ونادي البطولات يا كابتن خالد. نادي القرن، سيبكم الحقيقي، نادي القرن ونادي البطولات. احنا مش محتاجين نقول الحقيقي لان العالم كله يعلم ان الاهلي هو الحقيقي نادي القرن ونادي العظيم افريقيا. اتمنى قبل ما اختم الحلقه بتاعتي ما تنسوش اللايكات، الشيرات، السبسكرايبات، الحبشتكنات، الترويقات على اخواتكم الاهلاويه. الاهلاوي للاهلاوي سند، واحنا بنستند على اخواتنا الاهلاويه عشان من غيركم صوتنا مش هيوصل لاي حد. بنحبكم وخلي بالكم من نفسكم، ودايما دايما دايما خليكم معانا وتابعونا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.